الطوفان 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 وعليكم اخر الانباء مع مراسلنا في الاسكندريه استاذ عباس محلول. هل تسمعني؟ ايوه، ان الاوضاع هنا لا تسر عدو ولا حبيب. السلعوة تهاجم الاطفال والمساكين وخاصة في المناطق الشعبية، والجراد الاحمر اكتسح المزارع المصرية، ولقد ساء الحال في معظم مناطق الجمهورية خاصة في الاسكندرية بعد ظهور الطوفان. حجريكوا واحد واحد يا نور يا ولاد الوسخة، يا جبر يا متنكين لما اجي تغطوا الحتة نخوا كشوا شخوا في البسيتكوا، احنا العمالقة وجينا في المنطقة. يا منطقة ما جابتش راجل، اقرا لنا بقى العين خلي بالك مني فوها، هو تجي حودة وساسا كابتن جودة، كلامي في البطيخة ريحة فسيخة لو الكرة أرضية ما راح احط بتاعي في الارض، اللي مش عاجبكوا اللي انا بقوله هحطه لكم بالعرض، ما انا مش عارف اللي في الحظاظة واللي بتعوج ده بيتي هيتجازى. بتعود ده بيجازة، اما يهزر يبقى زازة، اما يجوع نديله بزازة، ما عادش فيه حرمة بازة. الحريم بطول بيشم وضاني باكستان، سوقها وليه الفان، ونداء لكل مواطن، نداء لكل مواطن نأسف لذاك حضرتك، اصل الحكاية كلها احنا جايين نفهمك، خلاص قربنا ليك الحق اجري بسرعة، يا اما تستنى الطوفان وخد لك منه جرعة. نداء لكل مواطن نأسف لذاك حضرتك، اصل الحكاية كلها احنا جايين نفهمك، خلاص قربنا ليك الحق اجري بسرعة، يا اما تستنى الطوفان وتاخد لك منه جرعة. انا جيت مش واقف لك تحت البيت، ولا جاي اخدك نجيب حاجات من الغيط، انا زهقت ومليت وخبطت دماغي في الحك من كل ولاد الاحفل عاملين فيها ابو زيد. فاكرني ديوس ولا طول اليوم قاعدين نهش في ناموس؟ ده انت كابوس يا منحوس خاربات في مدوس، من غير ما تقول انت ابن وسخه ابن وسخه، وثقك ان انت فاهم انك فاهم، بس يا عيني مخك عبس لسه نايم. يا عمي على ابو اللي خلفوك بالونه بمصيبه، لما جابوا كلامي مش لواحد ولا اتنين، كلامي لكل واحد فكر انه يداس بالرجلين، كساكيس يعيشوا ما يشوفوش يناموا ما يصحوش، هتبكي عليهم مش عاجباك كلامي، بس اكيد في يوم هتفهم يا مواطن. يلا فوق يلا فوق يلا فوق. للأسف كل مواطن انزعج له من حضرتنا، اصل الحكاية كلها احنا جينا نفهمك، خلاص وصلنا ليه ملحقش يجري بسرعة، اهو جاله الطوفان واخد له منه جرعة. للأسف كل مواطن انزعج له من حضرتنا، اصل الحكاية كلها احنا جينا نفهمه، خلاص وصلنا ليه ملحقش يجري بسرعة، اهو جاله الطوفان. اسمع هقول لك ايه، بالذوق بالعافية كله يسقف عشان هنغني ومش هنوقف، احنا بس نقول كلام والعصي فيك، واكيد هيعلى كلامنا هيوصل لكل الناس، لاننا مش بنهرب، في كلام في دماغنا هنقوله ولو من غير اسباب، افكار في عقولنا موجودة وطلعت شكل الراب. انا كريم كياس يا مفتح مولود للراب بالذات، كلامي هيوصل لكل العرب من الامير حتى الشحات. قوم صح فوق بص قدامك، مين المصري خلى كله يقف من امريكا لحد الصين، متعب بالكاد لازم اكون جد، جاي زي الصاروخ عنيك قدامي اي حد، مش هيهمني تبص امك لو انت تخين، القعده اللي بقوله ده حقيقي، وهتحسب ان دي بعد تشوفني جاي من بعيد، غير طريقك ما تفكرش، فهمت كلامي اللي قلته ولا غبي ما بتفهمش